رجعنا لكم مشاهدينا ومتابعينا، وطبعا اعتقد كل واحد منهم جهز جناح الابداع للتحليق في هذه الليله. ايضا هي بدايتها كانت شعر في شعر ضيوف ضيفتنا اليوم لولو الدوسري، ايضا المتسابقين او الشعراء الجميلين اللي بعثوا قصائد كانت شعر، فلن يكون ختامها الا شعر. هذه الليله طبعا هي مش ختام، هي بدايه الموسم، لكن من وين جبنا ضيفنا لهذه الليله؟ من بلد شعر وثقافه. من وين تحديدا؟ من منطقه كلهم ادباء ومثقفين. لا احب يعني خلينا نقول المقدمات اللي ممكن يعني تكون على السيره الذاتيه، لان اعتقد ان سيرته الذاتيه هذه تحتاج ساعه اخرى للحديث عنها. الى باسمي وباسمكم اهديكم ضيفنا لهذه الليله ايضا الرائع والجميل فيصل الفارسي. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور اخوي اياد، وامسي عليك وعلى الاخوه المشاهدين، ومساء خاص ايضا لاصدقاء في تويتر وفيسبوك جالسين يتابعوا الحين. قبل شوي كانوا مساكين شوي تاخرت، يمكن انا قلت لهم الساعه 10. نعم. فاعتذر منهم لان يعني بدايه البرنامج هم على بالهم ان انا بطلع من الساعه 10 يعني. بالضبط. نعم، هم فقره فضاء صح. وايضا ما راح الوقت هدر، يعني القصائد اللي انقرت والشاعره الدوسري ايضا كانت متميزه واسكرتنا بالشعر يعني. وباقي عليك الان احنا هي لولو والاحبه الشعراء اسكرونا، احنا نبي نوصل لمرحله الثماله يعني اللي هو الفقد الشعري. ولاني متحيز شعرا اليوم بامانه اكثر من اي حلقه مضت، سابتدئ بشعر كذا جت في بالي. طيب طالما انك بديتها بهالشكل خلينا نقول ابيات بسيطه يعني. اكذب عليك ان قلت لبعادك اطيق، في غيبتك ما للهموم انفراجه، الهم طوق راحة القلب تطويق، ملت بساتين الفرح من علاجه. انام بجروحي وبجروحي افيق، يوم الدهر طفى بوجهي سراجه. يا اخي تعال ارجوك بهدلني الضيق، ارسل رساله سبني قول حاجه. الله تعال شق الصدر شق المعاليق، شوف القلب في ضيقته وانزعاجه. يرضيك اصومك وارجع انقض بك الريق، وانت تذوقني الهوان وعجاجه. لو تدري بقدرك ما بين المخاليق، ما كان عكرت لحبيبك مزاجه. الله عليك. السلام. مجرم يعني. فيصل، انا يمكن في المقدمه قلت من مدينه كل اهلها مثقفين وادباء وشعراء، ولم اقل من صور. زين. صور العربية. ما هذا السر الموجود عندكم في صور؟ يمكن طبيعة الأرض، طبيعة تكوينها. أنا والله إلى اليوم أجهل السبب يعني. فعلا لكنه فعلا صح. الحقيقة أن لما أبتعد عن صور أشتاق لها، لما أوصل لها أرتاح نفسيا. هذه بادلني فيها كثير من الناس اللي لهم حس شعري أو حس أدبي أو حس ثقافي، ما أعرف ليش. هل المكان يمكن يعني موقعها الجغرافي قريبة من البحر؟ يمكن البحر تاريخيا أيضا، الجبال أيضا، الإرث التاريخي، التاريخي البحري، التجارة. يمكن خلينا نقول معروفة عمان بأن كان لها أسطول كبير. نعم. صناعة السفن كانت في صور. صحيح. يعني التاريخ كان أكبر أسطول في التاريخ أعتقد. اللي طرد البرتغاليين ومن جزيرة العرب وكثير يعني له مذكور في كتب التاريخ موجود. صناعة السفن كانت في صور، البحارة كانوا من صور. إنزين، هنا إضافة أخرى لحتى أنا شخصيا في صور. صغيركم وكبيركم يحفظ تاريخ صور. يعني أنت الحين من استدلالها بكلامك، هل متفق على تربية معينة عندكم، تنشئة معينة؟ لأنه جلست معهم هناك الكل يعرف التاريخ، يعرف التفاصيل هذه اللي تغيب عن الكثير من الناس. فعلا، لكن هل هو متفق عليه؟ أنا ما بغض النظر. أنا بغض النظر. فاهم. لا يعني أنا أشوف فعلا نفس نظرتك أشوفها، لكن التفسير ما عندي. أنا ما أعرف ليش الكل متفق على هذه النظرة.
الكل ينظر التثقيف التاريخي لهذه المنطقة لا إراديا، تحس حتى إن لا القبلية إراديا عندكم، التاريخ القبلي الموجود عندكم بتفاصيله. الكل بيطلع عليه، والكل عارف إنه بالضبط. يمكن لاعتزازهم أو فخرهم، أو يمكن السبب إنه هو الإرث التاريخي، يعني إرث تاريخي ثقيل، فلذلك يمكن الناس متمسكين فيه بشكل جميل. قوي. شو تقول المخرجة في اتصال؟ نعم طبعا حبتنا للتواصل طبعا من خلال الأسئلة، طرح الأسئلة أو طلبات مع مبدعنا الليلة فيصل فارسي. طبعا أرقام التليفون راح تظهر عندكم على الشاشة، وناخذ أول اتصال نقول ألو. ألو، مساء الخير. مساء النور والسرور يا أخوي إياد. مساءك شعر. الله يسلمك، ومساكم أحلى من الشعر صراحة. أنا أحييك على استضافة هذا الجميل السلام. شعرا والأنيق شخصا بأمانة، الشاعر فيصل الفارسي. عرفنا عليك. سعيد بن فن الجنيبي معك. والنعم 7 عام. يا مرحبا بالشاعر الجميل أيضا. يا هلا فيك، يا هلا فيك. الله يسلمك، وبالعكس والله انتو صراحة جمال الشعر، وبالليلة هذه والسهرة هذه صراحة يعني سهرة ولا أروع بأمانة. يعطيكم العافية، وأنا أحييك على استضافة الجميل فيصل يا أخوي. طبعا الباقي وجودك إن شاء الله في أحد ليالينا إن شاء الله بعد يا سعيد. إن شاء الله بإذن الله تعالى. أنا ما بطول عليكم، بالعكس أنا ودي اليوم أترك ودي استمتع شعر، ودي اطلب من اخوي فيصل انه يمتعنا بكل ما يملك من قلم اكثر من رائع بامانه. اتمنى سعيد انت تكلمنا من امريكا. اي نعم، انت رجعت. الله المستعان، الله يعين، الله يعين. سعيد بك يا سعيد. الله يسلمك. بالعكس والله انا اللي لي الشرف اني اداخل واني اكون معك واسمع أكون معاكم في الليلة بأمانة. الله يحفظك، يعطيكم ألف عافية، وتحياتي لك يا أخوي فيصل. بأمانة شرفتنا وشرفت يعني، وأنت بأمانة شرفت شاعر المليون بمعنى كلمة الشعر. تسلم يا الغالي، تسلم. يعني شهادتي فيك مجروحة يا أخوي فيصل. تسلم بالنعم، مشكور. شكرا يا سعيد، شكرا. الله يسلمكم، يعطيكم ألف عافية. إلى اللقاء إن شاء الله يا سعيد في القريب في أرض الوطن إن شاء الله بالقريب. إن شاء الله بإذن الله. يعطيكم الف عافية. شكرا سعيد. مع السلامة. سعيد من الشعراء الجميلين أيضا، وكنت تمنيت إني أستضيفه في فترة تواجد، ولكن كنا في فترة توقف لتجهيز الدورة، ولكن ملحوق. شكر له يعني على هالاتصال، تكلف اتصال من أمريكا يعني، ومتابع يعني من أمريكا، وهو متابع. جميل جزيل الشكر. طيب، ما يستحق إهداء. يستحقه. طيب شو نهديه؟ على فكرة بس على أساس تكون وأنتم المشاهدين على بينة، ترى أنا للحين طيب معاك يعني. المرحلة الثانية للحين ما انتقلنا، تعرف توك جاي وضيف هذا، للحين ما انتقلنا. لا تظن البرنامج قهويني بعدك يعني لا أنت متوقع الحلقة بتكون لا يا حبيبي، تفضل شعر بعدين نتفاهم. طيب وش نهدي سعيد؟ ما كنت ناوي أشيل الجرح للمهجر، لين اشتكى الجرح من هجران ذريته. الله. من خبر الخنجر ان الدم يتخثر، من علمه يسكب امالي في انيته. الله عليك. الا امور تخلي المرء يتعثر، ينهش ظلامه فانوسه نضب زيته. لو كان كسرى تبنى فلسفة قيصر، ما كان ماتت من الخذلان حاشيته. الله. ولولا بأن الصدور تضيق يا عنتر، ما كان رمحك في كبد الذل رزيته. ولولا بأن الألم ثرثار يا دفتر، ما كان شاعرك خطف وجنتك بيته. الله عليك. ما أنت الوحيد اللي تفرح يوم تتسطر، سطرني الدهر من قبلك وحبيت. لو كنت ساير على الوديان وتقفر، ما كان ريقي من الحرمان بليته. قبل الغروب ومزاج الشمس متعكر، وجه الأمل ما التفت لي يوم ناديته. الله. عصفوري اللي صحى نشوان ويصفر، حل الظلام وسلب جنحان حريته. يا دفتر الهم بين أحشاي يتبلور، داست على ضفة آمالي ضبابيته. هم من كتب في ثنايا الضلوع يتضمر، طاح الخرز وأنا توي ما تهجيته. الله. يا صاحبي وارتعاشات الفكر تكبر، لو ينطفي صمتي المسعور
طفيته لأن الفلان اللي بين شفايت مخطر نفس الفلان اللي من عامين دفيته الله. من قبل يشكي برودة جوه الممطر سحبت له من ضلوعي عود كبريته الله. لولا بأنه نبت من جنبي الأيسر ما شفت دمعي في كاس الليل صبيته. يا ساجن الصبح في زنزانة المرمر ما تدري بذنب ليلك يوم فليته. يا ميتم القلب في شريانه الأبهر ما تدري بذنب صبعك يوم عضيته. يا قلب كم لي وأنا أصبرك وأتصبر الشوق يدمي عيوني وانت مليته. لو تدري بقدر راعي الدفتر الأحمر ما كان يا قلب في غيبته ذميته. الله الله عليك الله. فيصل، هل لأن كانت بداياتك في الشعر الفصيح أثر عندك هذه اللغة والمساحة في التصوير، ولا أتت كذا موجودة بثقافتك الحالية الموجودة في الشعبي خلينا نقول؟ قد يكون يمكن مسألة الصورة والتعمق في الصورة وكذا يمكن أخذتها من الساحة العمانية بشكل عام. لكنك مو نفسهم، أنت ما أغلقتها. الفصيح أخذت منه الموسيقى. أنا هذه نظرتي وهذا اللي أنا أشوفه. نعم. أخذت منه الموسيقى الشعرية الداخلية في النص. الداخلية في النص، بحيث أن ما أكتب شيء أحس مترهل ما أقدر أكتبه ما يطلع معي. لذلك حتى أذني صارت موسيقية، مجرد أسمع شيء أقول صحيح. وإضافة يعني يمكن لنا ولأحبتنا المشاهدين يعني يمكن للمعلومة أن ما من الأشياء اللي تختلف في الموسيقى الداخلية في الشعر الشعبي أنه ممكن في بعض الهنات البسيطة تمر في الشعر صحيح. الشعبي يمررها كثير صحيح. لكن لا تمر في الشعر الفصيح لأنها تعتبر لحن وتعتبر خطأ وزني حتى وخروج عن التفعيلة صحيح. فإذا أخذت الموسيقى هنا فيكون مقياسك سليم بالملي فعلا. جميل جميل. مسابقات الشعر في عمان، بما أنك طريت أن الصورة الشعرية تأثرت أو تشكلت بسبب الجو العام في المسابقات الشعرية، وأعتقد أحرزت فيها مراكز أولى إذا ما خانتني ذاكرة. حدثنا عن النقطة هذه، عن الإنجازات، وبعدين أغسلك في الموضوع الثاني إن شاء الله. طيب أنا في البداية ما كنت مؤمن بالنهج اللي كانت تسير فيه الساحة العمانية. تكرارها. التكرار اللي صار، شوف اللي صار أن تقليدية، كان في شعر وصار بعدين تقليد للشعر نفسه اللي هو يا راكب اللي واللي يا ابو يديله، مع انه ما مرت علي الا مره ومرتين عندكم. لا انا ما سابقا قد يعني مش ما اكلمك عن الشعراء الحاليين، قتلتوها. ما اكلمك عن الشعراء الحاليين، بس انا اقول لك هاي مراحل تدرج. كان في شعر وحلو، بعدين صار في تقليد له وسموه الشعر التقليدي. الا اليوم نسميه الشعر التقليدي هو هذا اللي هو تقليد لما موجود للاساس السابق. اللي كتبوا في الاساس طبعا اكيد نمدحهم، بس اللي قلدوهم هذا تقليدي. بعدين جات حداثه، صار في تقليد للحداثه لم تدون الى اليوم، ما حد يكتب عنها، ما حد يتكلم عنها، في تقليد للحداثه واضح. صار. نعم. فانا ظهرت في مرحله تقليد الحداثه، فقلت ايش اللي قاعدين يسوون الناس؟ هذا اللي شفته. كنت رافض للفكره، لكن بعدين دخلت معهم في المسابقات، دخلت في المسابقات ومسكت العصا من النص. أنا كنت أبي أوقعك في هذه على قولتهم، حطيت لك شيء تزلق فيه. حطيت لك هاي من النص. كيف من النص؟ وإن لم تخني الذاكرة في أحد أحاديثنا أنا وأنت يا فيصل، قلت أنك تكتب للمسابقة قصيدة ممكن ما تقولها في أمسية أو تظهرها للناس. صحيح. ليش؟ حلو. هذا نهجي أنا شخصيا. أنا لما أكتب القصيدة أعرف وين أوصل هذه القصيدة. أنا أنتشر بشعاب مختلفة تتجمع في الأخير لتكون الوادي. أنتشر، أقنع في شاعر بقصيدة واحدة ممكن يقدر أنه يقنع، لكن هذا صعب جدا 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 أنه يقنع بقصيدة واحدة الجمهور العادي، المتلقي العادي، المثقف، الكذا كذا. أنا أخذت مسلك ثاني، أكتب للمثقف أو الناقد اللي يريد أكتب له شيء اللي هو يريده، وأكتب للجمهور العادي اللي هو يريده. طيب هنا يعني أنا خليني أتكلم عن قناعتي. أنا أرى أن الشعر من المفترض أن يكون مثل الشمس تضيء للكل. أنت
اللي قاعد تقوله الحين حاليا أن المفترض يكون الشعر مثل اليونيفورم، البدلة تفصل لكل جهة أو لكل مكان معين. هنا صار عندك انقسام في شخصيتك أنت كشاعر يا فيصل. لا، أنا ما أنظر له على أن هذا انقسام. قيمهم لي. لو حضرت لك قصيدة من قصائدك للنخبة وللمسابقة وقصيدة على قولتك للجمهور وقلت لك أنت قيمهم لي، لمن سترجح الكفة؟ للكل. ليش؟ أعتمد على مسألة إلى اليوم ما في ناقد تكلم عنها، يعني ما سمعت ولا قريت في كتب. أقرأ كثير وأستمع للنقد وأشوف كل شيء. إذن صناعة إلى اليوم ما تكلموا عنها. النقطة هي الفكرة، مش فكرة القصيدة كاملة، فكرة كل جملة في القصيدة. كيف أنت تبهرني؟ الجمل الشعرية. الجمل الشعرية. أنت كيف ليش كتبت هذا البيت؟ ليش كتبت هذا الشطر؟ إيش المغزى منه عشان أنك تبهرني فيه؟ طيب، من حيث الفكرة أنا أرجح، من حيث القالب الشعري عادي، سواء بيكون حداثي بيكون مش فارق. نعم، ما يفرق معي. أنا شخصيا هذه نظرتي للشعر. إذا الشعر لو تشوف تعريفات الشعر، إذا الشعر لم يهززك عند سماعه فليس حريا أن يقال له شعر. نعم. طيب، يهززك، هل بتهزك لغة الشعر؟ الإحساس. فكرة الشعر إحساس. الإحساس نفسه فكرة في النهاية يرجع فكرة. نعم. بالضبط. ما أنا أتفق معك. الإحساس يعني عمرو بن ود أو عمرو بن مالك اللي هم شعراء الصعاليك. نعم. أعتقد عمرو بن مالك اسمه. يقول يوصف حبيبته لما يروح لحبيبته ردة فعلها هي لما تخاطبه. نعم. إيش تقول له؟ تقول له إذا جئت فامنح طرف عينيك غيرنا لكي يحسبوا أن الهوى حيث تنظر. طيب الله. وين الصورة؟ وين الفكرة؟ الله. وين فكرة؟ بس فكرة، لكن وين الصورة؟ ماشي. ما هو في نقطة صورة حدثية، لكن صورة لغوية ماشي، لكن تركت لغة إحساس موجودة. شفت؟ الدر المشتاقين ولا الفكرة؟ قصيدة تحت قصيدة. هذا بالضبط. زين، جميل. لكي نكمل بس على سبيل أحبتنا ومحبينك كثير طبعا، في عندنا اتصال. نقول ألو. مساء الخير. مساكم الله بالخير جميعا. مساك الله بالنور والسرور. من معانا؟ معاك أحمد الجنيبي. يا مرحبا. أحمد من عمان طبعا. ها؟ ايه نعم. يا حياك الله. ياك. معاك فيصل. مساك الله بالخير. مساك الله بالورد. يا هلا. كل عام وانتم بخير. السنة الجديدة وانتم بصحة وسلامة. ونتمنى انك تزورنا في الوسطى، خصوصا ولاية الدقم. يعني اتشرف. طال عمرك. وين هذا؟ بجي. عمرك طويل ان شاء الله. وين بجي يا احمد؟ خلاص يلا. بجي وين؟ انا واياد ان شاء الله. لكم واياد، انت على راس الحفله لازم نستضيفكم ونسوي لكم امشي. يعني الله يحفظك يا رب. انا بجي مستمتع، ما عليك. في عندك انا العموم يعني واحد يعني من مشاركين هالقناه الحلوه. الله يحفظك يا رب. وكل واحد يعني تلقيه بعض الاحيان يسوي شعر كذا وكذا، خصوصا بالقناه. انا ودي اشارككم يعني بقصيده يعني. يا ريت يعني. يا ريت احمد. بس المشاركات احمد هي تكون في الساعه الاولى. خل المشاركات اللي يعني انا انتظر اتصالك يكون الثلاثة الجاي في الساعه الاولى. فقره وزن هي متاحه لكم للمشاركات، عرفت؟ على اساس انه يكون فيها ايضا ندردش، نسمع حتى مو قصيده، نسمع قصيدتين بعد منك يا احمد، وحتى عن طريق الايميل يا ريت ترسلنا. فقره فضاء هي لطرح الاسئله على الشاعر او من خلال الطلبات الشعريه ان كان فيه. الشاعر نحن نطلبه انه يزورنا يعني. خلاص انا اخلي يزوركم وننتظر اتصالك يا احمد الاسبوع الجاي. ابشر. شكرا يا صديقي. شكرا. يا مرحبا فيك. شكرا. يا هلا فيك. ما ادري، الخيار لك. ودك نسمع شيء من تجربة فيصل الفصيحة إذا كان يحضرك شيء؟ طيب لحد ما تتذكر شيء. ذكرتنا في سؤال أرسل لي على أساس أسألك إياه. أنا ما أدري هو سؤال فخ ولا شيء، لكن أمانة لله في الله راح أقوله. إيش قصة احتراق سيارتك؟ أنا والله ما أعرفه والله، بس ولا قال جاني سؤال اسأل فيصل ليش احترقت سيارته أو إيش قصة احتراق سيارتك؟ لا والله ماشي، كان يعني حادث عادي عرضي. كنت في صور وأمطار كانت، وعاد صور إذا نزلت الأمطار تسبب لنا كذا فيضانات وديان في كل مكان.
رحت بالسيارة ولا عندي خبر، نزلت أطلب شاي وأنا أشم ريحة بس ما أعرف إيش السالفة يعني. زين. وأروح أقول يا أخي وش هذا المحترق عند الناس، ظاهر شيء في السوق محترق يعني. وأنا أروح لحد كنت رايح أسجل قصيدة زين. في استوديو هناك في صور. وقفت عند السيارة ونزلت من سيارتي، وقفت عند هذا ونزلت من سيارتي وسكيت الباب إلا وأشوف دخان. من وين يطلع الدخان؟ لحد ما فعلا خلاص انتبهت انه اسمه فتحت عاد وين كان؟ وراء تشتعل وراء ولا في الماكينه؟ لا في الماكينه. زين. في الظاهر الاسلاك على المطر والماء كذا. لحظه، يعني السياره الاولى اللي رحت فيها كانوا فيها الصور؟ لا ثانيه قبلها قبل الحمد لله. زين الحمد لله واحد فاهم غلط، الحمد لله ما كانت هي. طيب زين بعدين؟ وبس بعدين من الدكاكين الموجوده هناك طفينا بالطفايات الحريق ومشت الامور، سحبناها بعدين وصلحنا. وسجلت القصيده ولا لا؟ لا القصيده سجلت نفس اليوم. طيب الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. نسمع الفصيح ان كان جاهز. طيب للدفء متسع في بطن وادينا، مطرزا مدن الأحزان نسرينا. حين ارتمى مطر الآلام في فمه جفت أمانيه واخضرت أمانينا. كانت نوارسه الغراء إن هطلت تنساب وحيا على أنغام حادينا. قامت على كتف الآثام سدرتنا تسري إلى قبة الأقصى وتلقينا. أتت كزنبقة في ثوب راهبة كالليل دفئا كصوت النصر حطينا. لتعصر الودق في حوض الفرات وقد كانت مشاربنا بالأمس غسلينا. من عهد طه إذ امتد البساط بنا أتت من الوجع المنسي تطوينا. حينا تسلسلنا في نحرها قبلا وتسكب العشق في آذاننا حينا. وإذ تلقفنا في بحرها وجع راحت تؤثث بطن الحوت يقطينا. قالت وقرقعة الناقوس في دمها من للحناجر إن تاهت أغانينا. نمشط الغيم بحثا عن حضارتنا ونحلب البؤس من جدراننا طينا. تسرب المجد رملا من أصابعنا ونحن ننظر في راحات أيدينا. الله عليك. الله. عمرها قصير أو قصير من الجديد. سبب تحولك، وطبعا لأن يمكن كثير من شعراء الفصيح ينظرون إلى الشعبيين بأقلية، وما بقول دونية، ولكن هم فعلا فلسفة كانت موجودة في زمن لم أعتقد أنها اختفت الآن يعني، ولكن لا زالت موجودة إلى يعني. كيف يعني فكرت تنتقل هذه النقلة؟ ما خفت، وخصوصا أنك فترة انتقالك كانت في فترة تواجد هذه النظرة. فعلا مثل ما قلت لك أنا ما يهمني رأي النقاد. سؤال، هل يعني معناته أنه كانت جزئية من سبب الانتقال الوصول أكثر للناس؟ بالفعل. أوكي. المسألة هذه اللي يقول لك أنه والله أنا أكتب للنقاد أو المثقفين أو كذا كذا، لا، أنا أكتب لأوصل أفكاري لأكبر شريحة من الناس. هذه أهم نقطة عندي، لذلك أركز على الفكرة أكثر من الصورة. في كل كتب النقد، كل النقاد، كل أكاديميا الشعر لما يقيم تقيم صورة شعرية ولا يقيم فكرة. هذا يعني اطلعت عليه بشكل موسع. هذا خطأ. هو المفترض الصح الدمج بينهم الاثنين، تقيم الفكرة بالضبط، والصورة الشعرية والإحساس، الوحدة العضوية، اللغة، كل هذا فكرة ينظروا للفكرة العامة للنص، لكن داخل ايش جالس يكتب ما يهم، حتى لو عك ما في مشكلة. فهذا اللي سبب توهان في الساحة العربية بشكل عام كلها. جميل. يكم اي واحد ويكتب اي شيء يقول لك انت لا تسأله. طيب لا تسأله ايش تقصد؟ كيف يعني لا تسأله؟ يقول لك سيفهموني بعد 50 سنة، ما عليك من هالكلام. تبغى النقطة الأولى ولا النقطة الثانية ابتدي فيها؟ كلها عادي. النقلة الفعلية اللي كانت في حياة فيصل الفارسي الإعلامية والوصول لأكبر شريحة من الناس، طبعا هي نقلة شاعر مليون. السؤال الأول يمكن أعتقد ما أدري إذا طرح عليك في اللقاءات، طبعا ردة فعلك
عند تأثر سمو الشيخ محمد بن زايد بالقصيدة الرائعة التي ألقيتها ووقف المسرح طبعا تحية وإكرام يعني وإجلالا لهذا الشعر أو الموقف اللي قيل في هذا القصيدة. ماذا فعل هذا الموقف أو هذه الحادثة بفيصل فارسي؟ كثير يعني يمكن في بعض الأشياء ما أقدر يعني ما أقدر أقول ما أقدر أوصف الفعل اللي أثر فيه لسبب. تتذكر شعورك المسرح وقت ما وقف الشيخ محمد وقف المسرح؟ تتذكره فعلا؟ الآن لو حاولت لك تعيش هذا اللحظة تتذكره؟ كانت طبعا تفاجأت صح؟ فعلا ما يمكن ما أقدر أوصف الشعور، لكن فعلا ما شعور غير طبيعي كان. ما قدرت حتى أتكلم. أذكر اللي هو أبو علي سلطان العميمي أستاذ سلطان يقول لي يعني هذه الصدمة اللي المفروض أنا سكت بس الحين ساكت وماسك نفسي، وهو المفروض يبدأ يقيم القصيدة. هو أعطاني أول كلمة لازم أرد عليه، قال لي فيصل بيض الله وجهك، وأنت لسانك مربوط وأنا ما قادر أتكلم. فأذكر أن ضغطت على نفسي شوي كذا وقلت وجهك أبيض، حتى لو اللي يرجع للتسجيل يحصل فعلا يلاحظ أن أنا سكت شوي وطلعت الكلمة استوعبتش المفترض يقال، وطلعت الكلمة بسرعة يعني عشان إن ما أقدر، لأن ما أقدر أفتح فمي أصلا. فعلا كان الموقف مهيب يعني بشكل ما تصورته أبدا. أنا كتبت القصيدة لسبب بين شعوب ما له علاقة بسياسة، ما له علاقة بموضوع، ما له علاقة بأي شيء. أنا كتبته لقربي من الشعب الإماراتي اللي حبي لهم. هذا بس كان هدفي. لما يعني على حظي لما كنت موجود أو كان إلقائي كان الشيخ موجود، فهذا زاد القصيدة، زاد من قوة القصيدة أو من تأثيرها على الناس. فعلا وقوف سمو الشيخ يمكن يكون أثر في كل شيء جالس يصير لي الحين. بالضبط أكيد هذا شيء أثر، لكن يعني أنا ما ولا يلغي جمال القصيدة فعلا، ولا يلغي، لأن القصيدة يعني ذائقة سمو الشيخ محمد بن زايد تتأثر بالقصيدة وبالموضوع، قوة القصيدة. أعطيك شيء فعلا يمكن ما ظهر على الشاشة. أنا وأنا أقول قابوس وسنة البرق يختال، والبرق الآخر قبل لا أقول وشفت على سمو الشيخ وهو يقول وينه. ايه جميل. أنا بعد ما قلت الكلمة فيعني الشيخ أصلا شاعر نعم وذائقته عالية، فلما وصلت عنده عارف انها يعني ما في كلمة ثانية الا وينه. جميل. يعني نعم. قبل لا اقول وكانت عيني عليه يقول وينه قبل لا اقولها. صحيح صحيح. ولعدة مواسم كنت ارى نعم يكمل في بعض الاحيان للقصائد يتأثر يعني ردود فعله واضحة انه ذائقة شعرية غير انه ذائقة شعرية مرتفعة. صحيح. النقطة الأخرى في هذه الفترة من المسابقة، أنت دخلت للمشاركة في مسابقة شعرية وتعرف أنت الآلية ممكن تفوز ممكن هون. متى جاك إحساس لا والله شكلي بسويها، شكلي باخذ البيرق عمان؟ متى جاك هالإحساس؟ أنا متأكد أنه جاك في لحظة من اللحظات، ولربما بعد التأهل الثاني. أتوقع يعني بعد ما تأهلت الحين رحت المرحلة الثانية والتضخيم الإعلامي اللي صار لهذه الحادثة، ثقتك ازدادت في نفسك، أتاك هذا الإحساس صح؟ فعلا جاني الإحساس وجاني الإحساس. شايف أنت أنا بعد ما رجعت كنت أنا دائما أحب الإحساس الغير متوقع. زين. في أحيانا إحساس غير متوقع الواحد يقول لك ليش تحس بهالشيء؟ أقول ما أعرف بس أحس. أقولهم أنا بحصل في اللجنة 48 في المرحلة الأولى. إيه؟ قلت لهم بيعطوني 48. لما رجعت بعد ما صارت كل الأشياء ذيك اللي صارت قلت لهم يا أخي أخاف أجيب 50. الله في المرة الجاية. لا في الأولى نفسها قبل لا خلاص رجعت للكواليس أخبر الشعراء اللي عندي أقول لهم خايف أجيب 50 بس. ففعلا يعني حسيت بهالإحساس. بعد الموقف هذا خلال حتى أسبوع التصويت وأنا عندي هالإحساس اللي تكلمت عنه فعلا. لكن بعدين عاد هي الظروف اللي حدثت. طيب ناخذ اتصال لكي لا ننقطع عن أحبتنا. ألو مساء الخير. تمام.
يسعد مساهم يلي على القلب غالين. يا هلا يا هلا والله راشد بهوان. يسعد مساهم يلي على القلب غالين، يلي بليه بضيع دروبي. ربعا على كل المواقيف وافين، وان غبت عنهم بالخطأ ما حكوا بي. وجه الشبه ما بينكم والأسبرين كلكم تعدوا الراس لا صدقوا بي. الله 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 يا سلام عليك. مساك الله خير يا أخي راشد. راشد بهوان المخيني. مرحبا مرحبا اياد، مساك الله بالخير. مساك نور والشعر وجمال يا راشد. كيف حالكم؟ نحمد الله ونشكره. جميلة هذه الإطلالة علينا. لا ضروري، الناس الطيبين يستاهلوا دائما الاطلالات الطيبة. تسلم تسلم تسلم. معاك فيصل. يا اياد انت محظوظ اليوم بصراحة ان فيصل معك. والله شوف انا شوف امام يعني شوف انا بيني وبينه تحت الهواء بقول انا محظوظ، بس امام الله هو المحظوظ يعني دائما يعني وانتم صدقتوا حكايه انه برازيل وهذا بنتفاهم عليها للحين ما جينا يعني، فهو محظوظ. انت ما تعرف انه مغرور يعني المفروض ما تقول لها بعد تدبسني على الهواء. طيب لا مغرور 100%. وانا اعطيك الدليل، اسبوعين واحنا نحاول نشوفه هني في مسقط وما حصلناه، وحصلناه الحين لما وصل قناه حواس. الله المستعان. انا ارويك في منو هذا؟ عن من يتكلم؟ انا ولا عنه؟ انا ايه عندك ايه مش انا. لا نتكلم عن فيصل. إيه يا انت اذا بغيناك بنحصلك، انت ما شاء الله متعاون. لكن فيصل الله يهديه يعني اتهامه لي شنيع، قال لي مغرور. طيب معك مباشر فيصل. كلامك يا ابو مبارك. حياك. كيف حالكم فيصل؟ عساكم بخير؟ والله الحمد لله يا رب. فيصل ما سمعتنا تاتي. لا جايين ابشر جايين. انا يعني بس قاعد اطالع الساعه على اساس ما يسرقنا الوقت. ابشر خلاص عشان ما يسرقنا الوقت. اذا السؤال الاول لاياد، متى بتزورنا عمان؟ خلال هالاسبوع. ابشر تم غيره. ممتاز اذا ننتظرك. والسؤال الثاني لفيصل، طبعا مثل ما ذكرت انت اياد في السابق ان فيصل ما شاء الله عنده خلفيه في الشعر الفصيح. نعم. وشفناه هو الحمد لله شارك في شاعر المليون وبيض الوجه. نعم. تسلم. والحين عاد ننتظر فيصل نشوف اذا كان بيشارك في امير الشعراء ولا لا. هذا هو ممكن تعتبروه السؤال. سبقتني يا راشد والله انه في بالي. بيض الله وجهك. نعم. زين سهلت عليك اذا يا اياد. خلاص انا والله كنت بجيبه بطريقه بشعه جدا، لكن انت سهلت الفيصل. سلم لي على الشباب كلهم. سلم لي على الشباب. الله شكرا يا راشد. موفقين. شكرا اياد. شكرا لك. تسلم يا راشد. صبحوا على خير. تلاقي الخير حبيبي. انت من اهله. قبل الإجابة على السؤال ناخذ القصيدة. تاتي شو قصة تاء؟ هذه تاتي يمكن بعضهم يقولوا تاتا حق الياهل يقولوا تاتا. ايوه لا انا ما سألت معناها، انا قصة القصيدة. ايه قصة القصيدة والله أنا اغلبها خيال. وانتم كلكم تقولوا كذا؟ لا انا اغلبها خيال، بس في بعض ممكن اعترف عادي اي وحدة اقول لك حقيقية يعني. نعم. لكن اغلبها خيال يعني. صحة على قلبك. يعني حتى ابتسام سميرة هذه اللي انتشرت كذا كأنها فيها قصة يعني، لكن خيال. حقة ابتسام اللي تقول قالت احبك الطالبات هذه. لا قالت احبك واحدة ثانية. هل بعد ثانية؟ ليش هالغطرسة والغرور هذا يا فيصل؟ والله شو اقول لك يعني، تعرف واحد يعني واحد حلو. نعم. طيب هات تاتي وبنتفاهم بعدين على الباقيات. يلا شو يقول؟ كثر الدروب تعلم الجهل والتيه. والجهل يسلب صاحب الحلم حلمه. دام اللسان يقول كل اللي يبغيه، الحب كلمة والخيانات كلمة. صح. والأحمق اللي ما لقى من يداويه، مالومه إن ما كان له أي ذمة، بس اللي فعله ما يطابق مباديه، أكنس غباره من طريقي وخمه. واللي يعرض نفسه على الناس بوفيه، تلوع كبدي لو مجرد أشمه، لولا أخاف يقولوا الناس وش فيه لأعطيه واحد عشدوغه وصمه. أصلا حرام إني على البال أطريه، لأن المذمة فيه ما هي مذمة. أقول خلني ساكتا عن مساويه، وخله يموت من الحراير بغمه، وأنا علامي موجع عن هالفكر فيه، يغيب يا ربي عسى ما يسلمه. ينعاه ذاك اللي إذا حل طاريه يفز قلبي دون علمي وعلمه، اللي حلاوة باتشي وفي روروشيه ممزوجة بإحساسه وخف دمه. اللي مشيته أوف تاتيه حتى الكعب من صدمته فاك ثمه. ما هو بحاجة ميك اب وشعر كاريه ولا كعب عالي ولا سلاسل بكمه، يكفيه لا ناديته يقول لي هي يتبعثر القلب الرهيف ويلمه. يا أخي تعبت أشوف طيفه وناجيه، واحضن خياله في عيوني وضمه. إن ما حلمت الليلة باكر ألاقيه، وإن ما لقيت اليوم باكر أحلمه. ملعون كل ما شافني ميت فيه يقوم يسكب في الشرايين سمه. دلوع كل اللي في باله يسويه، وأنا علي عيد نفس المهمة. إذا زعل أركض وراه وراضيه، وإذا رضى
احجز عليه والمه عن لا تشوفه عين من لا يداريه، والبعد قاسي ودرب الاشواق ظلمه، ودام اللسان يقول كل اللي يبغيه، الحب كلمه والمعاناه كلمه. الله عليك الله عليك. جميل. أنا يمكن تحدثت في أحد المرات في غيابك أن فيصل من الشعراء الجميلين اللي يخلطون الشعر بالابتسامة الجميلة دون أن ينزل، نعم دون أن ينزل مستوى الشعر، وواضح هذا الشيء هذا أعتز فيها يعني لأن هذا اتهام أقوى اتهام أواجهه يعني أنه فعلا أنه ساعات أنه لما تضحك الجمهور ممكن يضحك من الشيء الجميل صحيح أصلا صحيح. بس أتأكد من شغلة جاسم، كم بقالي من الوقت على أساس أعرف كم أسرق منه. ممتاز. أيني فيها اللي حدك كنت متغطرس، حقت سميرة ولا قالت أحبك؟ الغطرسة اللي إني برازيل وإني مدري إيش سالفتي وهذا لا برازيلي بعد ثالثة. اتق الله يا رجل، كله متغطرس على طول. اتق الله يا رجل على طول الخط. ليش طيب؟ لا البرازيلي هذه ثالثة. الغطرسة شوف أكبر بيت فيه غطرسة هو هذا، قالت أحبك بيت، لكن كقصيدة البرازيلي ولكن فيصل شخصيته اللي أنا أعرفها ليس فيها الغطرسة، كيف أوجدتها في الشعر؟ منين جبتها؟ ما أدري والله، لأن الشعر أصلا حالة لا شعورية يعني. أظهرت الصدق يمكن أظهرت الصدق اللي فيك. أوكي طيب ممتاز. طيب قالت أحبك، قول. قالت أحبك قلت شفتي الطوابير صفي وراهم كلهم ينطروني، ما عاد لي في دروب حبك مشاوير، ما عاد تظنونك تخيب ظنوني، كنتي جناح به من هموم يطير، كنتي الجنون اللي يلحف جنوني، يوم الجفاف يلفني، كنتي البير، كنتي سحا، لا والله كنتي مزوني، كنتي الكتاب الممتلي بالتعابير، أقرأ عيونك وانتي تقرأي عيوني، غمضت عيني طحت وسط المقادير، ما قصروا أهل الوفاء كفنوني، فتحت عيني ودي أشوفني غير، لقيتني عايش لوحدي بدوني، اللي رسموني يا شهد بالتباشير مدوا يديهم يا شهد ومسحوني مدوا يديهم للفؤوس المناشير، سموا على جذعي وبدوا يحطبوني يوم من مال الجذع، واصطفت العير ما طاح جذعي لين طاحت غصوني، طاحت غصوني قمت أصط العصافير، ما باقي إلا صوتها في أذوني، طحت ولقوا صوتي شرات الدنانير، قاموا مع الميراث يتقاسموني، اللي شكت من ريحهم نفخة الكثير، اللي وانا ميت عطش ما سقوني، اللي صوانيهم ذنوب ومعاذير، إذا لقوني في عشاهم كلوني وانا لو اني من عيال الهوامير، ما كانت دموعي تبلل اردوني، وانا لو اني من عيال الهوامير، ما كان ريح الجوع تذبح صحوني، وانا لو اني من عيال الهوامير، محطة هموم البشر في متوني، هاتي يديك شوي شوفيني بخير، أيوة بخير وهيبتي في حصوني، ساسي متين وهامتي تغري الطير، ريح المنايا ما تزعزع ركوني، وإذا لقيتي عازفين المزامير قولي لهم خلف الضياء يلحقوني، والحين عذرا خلف ذيك الطوابير حرام صار لهم عمر ينطرون. الله عليك مجنون. هذه حزينة يعني، لكن الغطرسة كذا بس. جميل. شو تقول؟ يقول لك في اتصال، ناخذ آخر اتصال من مشاهدينا يا فيصل بنرجع للقصيدة. يلا زين. ألو مرحبا. ألو مساء الخير. ألو مساء النور. مرحبا، من معاي؟ عبد الرحمن الفن العريني. وين هلا والله. يا هلا والله فيكم، أمسيكم بالخير. مساء النور السرور. مساء الخير رياض، مساء الخير فيصل الفارسي. مساء الورد هلا بك. بخبركم حاجة أنا. لا تطلع فضايح أهم شيء. لا ما شبه، بس أنا طبعا أدرس صلالة، وعندي جروب معي في السكن من ولاية سناف حبايب قلبي. وعاد من كثر ما افتخر بصور وبحر صور ونوافذ صور وافتخر بكم انت الشعار، شاعر فيصل وعمر مريود، عاد بس لمس الباط بيطردون من السكن. الله المستعان. يا هلا والله. مرحبا فيك والله يا هلا. يا مرحبا. عندك عبد الرحمن. وعندي صاحبي من ولاية سناف عاد بيسلم عليكم.
حياك. يا هلا. مساء الخيرات والذهب والليرات. مساء الخير. يا هلا، مساء الورد. مساك الله بالخير فيصل. مساك الله بالنور، يا مرحبا والله. عرفنا على اسمك. علي بلوشة. يا مرحبا اخوي علي، مرحبا فيك. يا حياك الله، منور شاشة حواس ما شاء الله عليك. تسلم، النور نورك طال عمرك. طلبناك طلب وقلت تم. عاد ودي اجلس وياك على طاولة واحدة. يلا ها. والله يا اخي اخاف انا صراحه. بس ما اعرفك علي ترى مفتوحه، يعني ممكن طاوله اكل، طاوله امسيه، يعني تعرف مفتوحه السالفه يعني. لا عليك طال عمرك، بس دماغكم انت والشاعر. خلاص تم. اي كليه انت؟ اي كليه في صلاله؟ العلوم التطبيقيه. خلاص تم، ان شاء الله نيكم هناك ونجلس مع بعض وانا ما قد جيت صلاله، ترى اول مره بتكون. بس انت رتب الامسيه وانا جاي انك ان شاء الله. تمام شيخنا، تمام، وان شاء الله عاد هذا شرف لنا طال عمرك. تسلم. علي، في عندك اي طلب معين لفيصل؟ شلي السكاكين الغلا واذبحيني. خلاص ابشر. مسؤولين. تحيه لكل الاحبه عندك يا علي والعبد الرحمن. شكرا تصبحون على خير. شو هالقصه؟ يحبوا الحزن شكلهم الجماعه. حزينه؟ يعني شوية حزن، يعني ما بناخذ رومانسيه، فيها رومانسيه. يلا ناخذها، كنا بناخذ الغطرسه بس ناخذها هي، بس على اساس اعرف. اعتقد اخر قصيده عندنا، يلا نسمع اخر قصيده. سلي سكاكين الغلا واذبحيني، واذا بغيتي تعذبي عذبيني. انتي عذابك له وصوف غريبه، ما هو مثل باقي البشر. صدقيني اصلا انا لا من شعرت بعذابك، كني ملكت الكون كله بيديني. الله. والهجر منك أتلذذ بطعمه، لو تسلبي كل الذي تسلبيني. زيدي علي من الهجر والتغلي، وفي كاس حبك يا الظنا ذوبيني، وصبي علي من الدلع واللطافة، وتكرمي من بعدها واشربيني. وإذا وصلت لداخل الجوف تكفي، خلي شرايينك تكبل يديني، واستوطني قسرا بداخل عروقي، واحتلي كل أعضائي واستعمريني. حكميني بحكم الملك حامورابي، أو حكم هتلر، أو حكم موسوليني. ما دامني في وسط قلبك رهينة، ما همني شلي تسويه فيني. كل الذي ودي تعرفيه اني في غيبتك ما قارب النوم عيني، واني احبك حب ما هو بعادي من شدته، حتى الحجارة تليني. وانا اذا حبيت شخصا فديته بروحي وقلبي ودمي وعيني. وانا اذا حبيت شخصا وهبته ايامي الحلوة وصفوة سنيني. واذا تمكن من خفوقي جعلته يغزو خيالي كل وقت وحيني، واشيل طيفه من خيالي وضمه مثل الشعر ما بين طيفي وبيني. يعني انا لا من عشقتك عشانك اسومني وابيعني واشتريني. لما احتواني قلبك بكل وسعه، ما ظن في هالكون شيء يحتويني. واذا قدرتي تكتبيني قصيده ما بين رمشك والجفون انقشيني. خليني يسكن لحظه وسط عينك، وان كان ضايقتك بشيء اذرفيني. واذا نويتي تذرفيني امانه هاتي معك كفاني كفنيني. كتبي على قبري بخطك رسالة، هذه نهاية عاشق مات فيني. الله عليك جميل. أيضا في يعني اختيار علي كان موفق. هذه من القديم. جميلة حبيب كنت قبلها. الحين اللي صرت خلاص متغطرس شايف نفسك. لنا صديق واتصال جميل. أنا كنت آخر اتصال قلت، لكن لازم ناخذ هالاتصال من الجميل وصديقنا الرائع. نقول ألو. الشاد ابتسام سميرة. انقطع معنا الاتصال. كان عندنا اتصال من الرائع عمر مريود منصور، ولكن انقطع للأسف. العموم فيصل، أعتقد أن احنا سرقنا وسرقنا. شكرا لهذه الليلة الجميلة، شكرا لهذا التحليق معك شعرا. كان كثير والله من الأسئلة اللي ناوي لك تشر فيها، ولكن متعة الاستمتاع بشعرك وحضورك خلانا نبعد أي أسئلة، نستمتع شعرا أكثر. تسلم الغالي، تسلم. وأنا اللي شاكر لك هذه الاستضافة، ويعني أنا أعتبره شرف لي أن أكون الله يحفظك أمامك. أنت يعني شاعر متألق قبل لا تكون مذيع متألق، قبل لا تكون فعلا يعني عفويتك هذه تخلي الواحد أصلا يقول اللي عنده بكل أريحية، وما يطلع يعني حتى رغم أنك تلدغ لك يطلع الواحد وهو فرحان ومبسوط. فعلا يا إياد يعني شهادة يعني أنت متميز في كل برامجك. أنا أتابع لك أغلب برامجك. شهادة أقولها لله أنك أنت من أفضل الشعراء. الله يحفظك يا رب. والمذيعين
لازم هاي المذيعين. ترى المشكله انا ودي وجهي يصير احمر بس ما اخرتي ازرق يعني اللون بنفسجي صرت. اي اخرتي بنفسجي ومع الكاست. تسلم. شكرا لك انت يا فيصل، شكرا لهذه الليله. انا كانت ليلتي فعلا، كنت سعيد انه كنت ختامها، لان الليله من بدايتها كانت شعر، وكانت هديتنا في السنه الجديده في انطلاقه الموسم الثاني. فعلا امتعتنا شعر، ولما انا ما كذبت لما قلت راح نثمل شعر معك يا فيصل. تسلم عزيزي. نقدر نقول لك من الان مشاهدينا، هذه ليلتنا الاولى من سهرنا على الشعر، ختمت مع الرائع طبعا فيصل الفارسي. كان معنا الليله اللول والدوسري، كان معنا عبد الرحمن طفيل، وكان عندنا المبدعين اللي شاركوا في مسابقه الام. الان طبعا لحظه اعلان اللي فازوا باجمل قصيدتين. كل القصائد كانت جميله، ولكن كان هناك قصيدتين فعلا من اجمل القصائد اللي وصلتنا. هذه القصيده الاولى، قلنا الاسم يا فيصل، اسم من الفائز؟ يا هذا صديقي العزيز صالح الحاتمي. صالح الحاتمي يستاهل. ألف مبروك. يستاهل. كانت الأجمل قصيدة. لحظة أتأكد من الرقم. هو رقم. هو رقمه. والقصيدة الثانية الجميلة جدا أيضا، وللمرة الثالثة الرابعة أيضا يفوز معنا هذا الرائع محمد الحجاجي. ألف مبروك لمحمد الحجاجي. فعلا أجمل قصيدتين فعلا. نعم. أتفق معك يعني، أو أتفق مع المقيمين يعني. نعم. اللي كانوا محمد الحجاجي كان، وصالح الحاتمي من سلطنة عمان. ألف مبروك. مشاهدينا ومتابعينا، وصلنا لختام حلقتنا الأولى في سهرة من الشعر من الموسم الثاني. مسابقتنا لهذه الحلقة طبعا دائما ما نكون منصفين الشعراء، ودائما كتبنا نكتب للأم. مسابقتنا هي الكتابة قصيدة عن الأب بهذه العذوبة أيضا، لأن الأب له حق علينا. تذكروا طبعا الإيميل، في بعض الأحبة يرسلون القصائد على إيميل قصيدة، لا، هناك إيميل سهرة مع الشعر. الشروط من 10 إلى 15 بيت، حرية القافية والمعنى، جمال التصوير، الإحساس، اللغة الشعرية، والفكرة أيضا بالضبط، أهم شيء الفكرة للإنصاف. زين، انتظركم إن شاء الله في السهرة الجاية، الثلاثاء الجاي في نفس الموعد. ولا تنسوا متابعة حلقات الموسم الأول وهذه الحلقات من خلال اليوتيوب أيضا. وإعادة حلقتنا لهذه الليلة إن شاء الله راح تكون بكرة الساعة 4 بتوقيت الإمارات، ونقول لكم تصبحون على شعر.